جايبالكم النهاردة ألذ وأسرع تحلية ممكن تعمليها لكل الناس اللي تجيلك فجأة، وكمان تعمليها لولادك اللي مش بيحبوا يشربوا اللبن. تعالي اوريكي ازاي هتقدمي لهم اللبن بأكلة لذيذة جدا جدا، هم نفسهم هيتعاركوا عليها من حلاوتها وجمالها. انتي مش متخيلة جمالها اصلا. كريم كراميل معمول بلبن صافي في البيت، متأكدة من نظافته وانه هو حلو ومعمول في البيت، حاجة كده خيال. اول حاجة هجيب باكت فيه كريم كراميل وفيه الكراميل بتاعه. احنا دلوقتي مش هنستخدم الا الباكت الكريم كراميل، والكراميل ده هخليه دلوقتي عشان هستخدمه في الاخر. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ الباكت ده هستخدمه على حوالي نص لتر لبن او كوبايتين لبن كبار. نص لتر يعني نص كيلو. انا في الخطوة دي بحب ان انا اللبن اكون جايباه وغلياه، وبعد كده بسخنه وعلى النار ابقى احط الكريم كراميل الباودر. في ناس تانية بتحب بعد ما تغلي اللبن تحط الاتنين مع بعض يسخنوا تاني، غلط. الخطوة دي هتخلي الكريم كراميل الصوص نفسه يتحرق منك على النار ويلزق في الكنكة او في الطاسة اللي بتعمليه فيها او الكسرولة. انا من خلال تجاربي الكتير في الكريم كراميل، افضل طريقة اللي انا بعملها لكم دي انك تسخني اللبن، وقرب ما يجي يغلي حطي بقى الباودر بتاع الكريم كراميل واتفرجي على الجمال. هتلاقيه بدأ يتقل بسرعة ومفيش ولا كلكعة ولا فتافيت ولا طعم مش حلو في الكريم كراميل. بصي هيطلع نتيجته احلى من بره بكتير كمان. هنا بقى بدأ اللبن خلاص اهو، الكريم كراميل مع اللبن ان هو هيبدأ يغلي ويعملك الفقاعات كده. عارفه انت خلاص داخله على المرحله التك، اقفلي النار كده، نقفل النار خلاص. هبدأ بقى اجيب البولات بتاعتي اللي هقدم فيها الكريم كراميل وهحط صوص الكراميل من تحت. والخطوة اللي انا جاية هقولها دلوقتي دي اختياري، ممكن بعد الخطوة دي تدخليها التلاجة تجمد شوية، وبعد كده الصوص اللي احنا عملناه اللي هو الكريم كراميل تحطيه عليه بعد ما الكراميل ده يجمد، او انك على طول تحطي ده ورا ده. انا بحب احط ده ورا ده عشان الصوص ياخد من الكراميل، الاتنين ياخدوا من طعم بعض. في ناس بتحب ان الكراميل ده يبقى واضح وبتسيبه يجمد الاول في التلاجة شوية، لكن انا دلوقتي لما بحط ده على ده على طول وهو سخن والتاني من غير ما يتجمد، بلاقيهم عملوا ميكس مع بعض بيدي طعم خرافي. وبرده بعد ما بيتجمد بيبقى الكراميل من تحت موجود زي ما هو، بس عمل لي ميكس كده بسيط في الوصفة، بيبقى خيال. هنسيبه بقى يهدى شوية وبعد كده ندخله التلاجة حوالي نص ساعة وتفرجي على النتيجة الخيال. كريم كراميل ناعم جدا، مفهوش اي كتل او فتافيت او كلاكيع، هتشوفي نتيجة ممتازة. ولادك هيتجننوا بيه، وضيوفك اي حد هيجيلك على فجأة انت عاملاله احلى ضيافة وتحلية تقدميها له، حاجة قيمة وغنية وكمان مغذية جدا لانها بلبن صافي. وتفرجي ازاي بعد كده كل ولادك هيتعاركوا على الوصفة دي. ما تنسوش تكتبوا لي بقى كومنت ولايك.